انتهاء حقبة نجمه الفرنسي كريم بنزيما مع النادي بعد 14 عاما. النادي الملكي أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي أنه اتفق على وضع حد لمرحلته الرائعة التي لا تنسى، والتي بدأها بنزيما في عمر 21 عاما عام 2009 قادما من ليون الفرنسي. وخلال حقبة استمرت 14 عاما توج النجم الفرنسي ب25 لقبا مع الريال بمختلف المسابقات، بينها 5 ألقاب بأغلى الكؤوس دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى فوزه بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي لأول مرة في مسيرته بعد موسم رائع أسهم فيه بنزيما بشكل مباشر في اللقب ال14 للميرينجي في دوري أبطال أوروبا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل قنوات بين سبورتس جمال جبلي من داخل ملعب سانتياغو برنابيو. جمال، مرحبا بك معنا. ما الذي حدث وتغير من يوم الخميس بعد انتشار أخبار عن بقاء كريم بنزيما؟ ما الذي حدث اليوم وتغير ليعلن الفريق الملكي عن خروج قائده من الفريق؟ مساء الخير لكما. لم يتغير شيء، لأن ما قاله كريم بنزيما وكنت قد تحدثت في تقرير بعدها بأنه مبهم غامض ويحتمل تأويلات كثيرة حتى متناقضة، بمعنى لما قلت كلمة متناقضة أي بمعنى أنه ما قاله يمكن أن يعني بأنه باق، كما يمكنه أن يعني بأنه راحل، لأنه حينما سئل عن بسؤال واضح حول متى سيتوجه، لأن جريدة ماركا حينما اتفقت مع كريم بنزيما بمجيئه تم الاتفاق على أن لا يتم التطرق إلى مستقبله، لكن المقدم في البداية بواسطة أحد الأطفال الذي سأله، ثم كانت إجابة كريم بنزيما مختصرة وقال بأنه سيكون يوم الأحد على أرضية الميدان، ثم لما سأله مقدم الحفل نفسه إن كان سيتحدث إلى المدريديستا أي إلى أنصار ريال مدريد، قال لماذا سأتحدث إليهم، ثم قال عما يدور هذه الأيام ما يروج من أخبار دون أن يذكر كلمة رحيله، فقال ما يدور في الإنترنت والإنترنت ليس الواقع. طبعا الإجابة هذه لم تكن واضحة، بدليل أن مدير جريدة ماركا قال بأن هذه الإجابة تعني بأنه باق، بينما أحد الزملاء من جريدة ماركا أيضا من إذاعة ماركا تحديدا قال بأن هذا يعني بأنه راحل، لأنه لو كان ينوي البقاء اللذان أعلن بأنهما وقع تمديد عقد لسنة واحدة وكان ريال مدريد، بمعنى أنه كان ينتظر لا شك هذه اللحظة غدا، لكن يبدو بأنه فكر مليا، والنادي أيضا أراد أن يعلن ذلك اليوم